80% من المبتدئين بيغلطوا في النقطة دي في ال HTML، ويمكن كمان تكون انت واحد منهم. خليني اقول لك حاجة مهمة جدا، HTML مش معمول عشان الشكل، HTML معمول عشان ينظم المحتوى ويحدد معناه. طب يعني ايه الكلام ده؟ في عندك في HTML عناوين من H1 لحد H6. H1 ده اهم عنوان في الصفحة كلها، ده غالبا بيكون عنوان الموضوع الرئيسي. بعده بيجي H2 وده بنستخدمه لعناوين الاقسام. بعده بيجي H3 وده عنوان فرعي جوه القسم. وكل ما الرقم بيكبر الأهمية بتقل والخط كمان بيصغر، فخد بالك مش بنستخدمه عشان نكبر الخط وخلاص. لو عايز تكبر الخط فعلا تقدر انك تستخدم ال CSS. طب فين بقى ال B ده اختصار لكلمة باراجراف، وده بنستخدمه لأي شرح أو وصف أو كلام عادي ممكن إن القارئ يشوفه. يعني باختصار العنوان ده بيقولك إن الجزء ده بيتكلم عن إيه، والبي هو الشرح والتفصيل بس للعنوان. لو أنت بتصمم كده أي موقع، قبل ما تكتب أي نص، قبل ما تكتب أي حاجة، اسأل نفسك كده، هل ده عنوان ولا شرح؟ لو عنوان استخدم اتش بالمستوى المناسب ليه، لو شرح استخدم بي، وبكده صفحتك تكون منظمة صح واحترافية.